دخلت التمثيل بالعند في حبيبها اللي ما حبهاش، ورحيل ابوها عجزها وعاطفية وما عندهاش ثقة في نفسها، وعانت من الرفع علشان الطلب وقتها عليها ما كانش كتير. واول واحد قال لها بحبك قعدت تعيط 3 ساعات لسبب غريب، وابنها عنده فوبيا انها تكبر لسبب صادم ومفاجأة بشأن عمليات التجميل اللي عملتها واللي عملوا معاها جوزها بعد رحيل ابوها ما يتصدقش. اسرار مثيرة عن الفنانة ريهام عبد الغفور. يا ترى ايه اسرار حياتها؟ مين اللي اتصدمت اكتر بعد رحيل ابوها، هي ولا امها؟ تفتكروا مين اللي بيراعي امها بعد رحيل ابوها؟ تعالوا يلا نعرف كل ده في الفيديو، بس اهم حاجة ما تروحوش بعيد، كملوا الفيديو للاخر. الفنانة ريهام عبد الغفور طلعت ما دخلتش التمثيل علشان بتحبه ولا علشان مثلا تكون زي ابوها الفنان اشرف عبد الغفور، لا ده الموضوع طلع اكبر من كده بكتير قوي. تخيلوا انها قررت تدخل التمثيل علشان اكتشفت ان حبيبها ما حبهاش. ايوه كانت بتحب واحد جدا وللاسف هو ما حبهاش، وكان حب من طرف واحد، وهي لما اكتشفت الموضوع قالت هدخل التمثيل علشان تثبت له انها بتعرف تمثل زيه، وده لانه كان وقتها بيمثل وعامل كم مشهد في اكتر من عمل فني. ومن هنا بدأت مسيرة ريهام، وسبحان الله دلوقتي هي والفنان ده زي السمنة على العسل واصدقاء مقربين كمان. ريهام عبد الغفور كانت بتعاني في طفولتها من الرفع، بتقول كنت رفيعة بطريقة صعبة لدرجة اني كنت بخاف اقوم في الفصل اجاوب على اي سؤال علشان محدش يشوف رفعي، وحاولت زي كل البنات علشان تتخن اكلت مفتقة ومحشي ووصفات العطار، وكانت بتلبس بناطيل كتير فوق بعض علشان تبان تخينة. من الاخر كده عملت كل اللي يخطر على بالك وما كانش فيه فايدة خالص، وده خلى ما عندهاش ثقة خالص في نفسها، لدرجة انها وهي في اولى ثانوي لما واحد زميلها اعترف ليها انه بيحبها قعدت 3 ساعات بحالهم منهارة من العياط علشان فاكرة انه قال لها كده بيضحك على رفعها وشكلها وما بيحبهاش اصلا. وبتقول انها يا عيني في الفترة دي الطلب عليها ما كانش كتير خالص زي اي بنت، وهي دلوقتي لما بتيجي تعمل دايت بتفتكر الايام دي وتفضل تضحك وتقول ايه الهبل اللي انا كنت بعمله ده، يا ريتني فضلت رفيعة زي ما انا بدل ما بهدلت الرجيم وعذابه. ريهام عاطفية بزيادة ومشاعرها هي اللي بتسوقها زي ما بيقولوا، ولما اتجوزت مرتين اختارتهم بقلبها مش بعقلها، وبتقول انا راكنه عقلي خالص، قلبي هو اللي مسيطر عليا. اما بقى عن عمليات التجميل فهي ما عملتش ولا عمليه في حياتها كلها غير يا دوبك بس مرتين، وعملت فيهم بوتوكس، وما قدرتش تعمل شد بشره لانها عندها تجاعيد كتير، والتجاعيد في وشها اكبر من سنها، وده على حسب كلامها اللي قالته في صاحبه السعاده. وهي ما عملتش تجميل مش علشان دي حاجه عيب ولا حاجه، لا ده علشان هي بتخاف جدا من العمليات دي، لو ركبت كانولا بتقعد تعيط وتعمل فرح. ريهام عبد الغفور رحيل ابوها عجزها قبل اوانها، ومن بعده مش حاسه بطعم النجاح ولا حتى طعم الاكل، وتايهه من غيره في الحياه، ومفتقده احساس الامان من بعده لانه كان كل حاجه في حياتها. وبتقول جوزها حاول انه يدعمها في الفتره دي، بس يمكن دعمه ما كانش بالطريقه اللي هي عايزاها، بس هي برضه متفهمه انه كل واحد ليه طريقه مختلفه في الدعم. اما بقى عن امها فهي اللي شايله مسؤوليتها دلوقتي، وبتقول انها اتصدمت اكتر من امها وترحيل ابوها. ابن ريهام عنده فوبيا انها تكبر وتعجز، وده علشان لما جده ابوه رحل قالت له كل الناس لما بتكبر بترحل، فبقى من اليوم ده وهو خايف عليها تكبر وترحل. قولولي ايه اكتر عمل بتحبوه لريهام عبد الغفور؟